السلام عليكم ورحمة الله. قصة مقتل سيف الدين قطز. تعد هذه القصة من الأحداث المثيرة في التاريخ الإسلامي، إذ جاء مقتله بعد واحدة من أعظم الانتصارات العسكرية في العصور الوسطى، معركة عين جالوت سنة 658 هجري 1260 ميلادي، التي هزم فيها المسلمون بقيادة قطز التتار بقيادة كتبغة، منهين بذلك زحف المغول على بلاد الشام ومصر. إليكم أعزائي ملخصا لما جرى حول مقتله. بعد الانتصار العظيم في عين جالوت، دخل قطز مدينة دمشق منتصرا، ثم واصل توطيد الحكم المملوكي في الشام. وبعد أن أنهى مهمته العسكرية والسياسية هناك، قرر العودة إلى مصر. أثناء عودته إلى مصر وقع خلاف بين قطز وبعض أمراء المماليك، وعلى رأسهم بيبرس البندقداري. السبب في الخلاف مختلف فيه بين المؤرخين، وأهم الروايات هي الطمع في الحكم، إذ كان بيبرس يطمع في السلطنة بعد المعركة، وقد وعده قطز بمنحه إقطاعا كبيرا، بل وربما الولاية على بعض المناطق، لكنه لم يفي بوعده. السبب الثاني الثأر الشخصي. تذكر بعض المصادر أن قطز قتل في وقت سابق أحد أقرباء بيبرس فحقد عليه. السبب الثالث أو الرواية الثالثة هو الطموح السياسي. كان بيبرس يتمتع بشعبية كبيرة بين المماليك والجنود، فرأى أن الفرصة سانحة للتخلص من قطز والاستيلاء على العرش. حادثة الاغتيال كانت أثناء عودة قطز من الشام إلى مصر. توقف الركب في منطقة قرب الصالحية بين غزة والقاهرة، وبينما كان السلطان يترجل من جواده أو يصطاد كما قالت إحدى الروايات، قام بيبرس وعدد من الأمراء بالانقضاض عليه وقتله غدرا. وبعد مقتله فورا تولى الظاهر بيبرس الحكم في اليوم نفسه، تقريبا سنة 658 هجري 1260 ميلادي. مقتل قطز مثل نهاية قصيرة لكن عظيمة لسلطانه، إذ لم يحكم سوى نحو عام واحد. مع ذلك ترك إرثا خالدا بانتصاره في عين جالوت وإنقاذه للعالم الإسلامي من الغزو المغولي، كما مهد مقتله الطريق لبيبرس الذي أصبح من أعظم سلاطين المماليك لاحقا. أرجو الاشتراك أعزائي، للقاء.